استاذ مسعود، اللي يشوف مو مثل اللي يسمع. شنو اللي شفتوه بالعراق؟ شوف، الحواس الخمسة معروفة، يعني أنت تسمع العراق دائما تسمع، وما نسمع إلا كل طيب وكل زين عن هذا الشعب الطيب والشعب العظيم. ولكن لما تي حواسك الأربعة الباقية وتعيش معاهم، لا 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 لا, لا. اللي سمعته شوية عن هذا الشعب العظيم، الشعب الجميل، الشعب المضياف، الشعب الشهم، الشعب الكريم. أنتوا يعني نعرفكم أنكم تحبوننا، بس ما توقعنا كل هذا الحب. احنا نعرفكم تحبونا بنسبة 100%، نعرفكم تحبونا 10/10. ولكن لما جينا بقية حواسنا وحضرنا بأجسادنا وعشنا معاكم، انتم تحبونا بنسبة 1000%، انتم تحبونا بنسبة 100/10. يعني الله يخليكم لبعض، وشكرا جزيلا لكم. وانتم ما تعرفون يعني صدقا 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 كيف مشاعرنا باتجاهكم. ما يمر علينا يوم في استراحتنا ما نتكلم عنكم. يعني انا بعطيك، ما اتذكر الامثلة، احد الامثلة اللي اعطيك اياها. الجماهير تأتي إلى الملاعب من الصباح الباكر، اللي جاي أكله مع قوته ياكل يعني عشان تكمل المباراة بعد الساعة 5 6 7، وناس يعني تجوع، طبيعي الإنسان يجوع. يعني أنا أتذكر إحنا نتعازم، هم يعزموني وأنا أعزمهم. يعني الشاب العراقي شاب عمره 15 16، يعني بعد حتى ما صار شاب يعني. عطيته سندويشه، والله العظيم الأمانة، وهو عطاني بعد حلو. اول شيء سواه راح حط السندويش هاي لرجل الامن. يعني انا والله ما قاعد اسوي لك دراما ولا قاعد اسوي لك افلام. يعني شوف كيف الابن العراقي حرصه على رجال الامن، شوف اخلاقه كيف. لان اقول لك الدار اذا انتم ما بينكم تربيتكم صالحه، هذه التربيه الصالحه تذهب للخارج. لما نيجي نسولف وياه يوميا، احنا وفد ابو ظبي الرياضيه، والله ما اكذب عليك، نقعد نسولف صار معي كذا، صار معي كذا، صار معي كذا، وكل كلام عنكم، اما عن جودكم، اما عن كرمكم، اما عن انا ما يخلوني اقطع الشارع. يعني يبي يكسب فيني مشوار 10 متر، اقول والله يا حبيبي ركوبي معك ونزوله يعني ياخذ وقت، فهي سيارتي. انا قاعد اقول لك صدقا يعني. فالله يخليكم لبعض، وشكرا جزيلا لكم، وبارك الله فيكم، وكثر الله من امثالكم. واحنا نحاول قدر ما نكون زينين، ما نزعل الناس. ولكن انا كمسعود محمد والله العظيم عمري 44 سنه، بس وايد اشياء تعلمت منكم. هذا واجبنا تجاه ايضا في جيمنا، ايضا الكباتن، كابتن فهد خميس، كابتن اسماعيل عجمي العمان، اكيد تكلموا بهذا الكلام. نعم. شوف انا بقول لك شيء واحد، في نقطه مهمه بقول لك اياها، انا بقتبس لك. كابتن فهد خميس كابتن اسطورتنا في الامارات، قال مسعود انا ما اقدر امشي. قال انا طبعا كل مكان اروح غير انه بعد هو كابتن اسطوري يعني بالنسبه لي دوله الامارات. يقول يعني كل الامور ميسره. يقول انا ما صرفت شيء من مطعم لمطعم، قمت استحي، قمت اطلب فقط. يعني في الاخر احنا خيركم سابق، بس في الاخر الانسان بعد يعني حتى انت لو انا اكرمك بهاي الطريقه ما ترضى على نفسك بعد، معنا عاديه طبيعيه، جيبي وجيبك واحد. كابتن اسماعيل عجبي قال لي ما خلوني احط ايدي في جيبي. كابتن فوزي بشير قام يلبس مثلكم، يقول عشان على الاقل ما يعرفون اني انا عماني. انا اقول لك كنت مكرش كرشت اكثر، الميزان عندي كله 8 دليلنا خرب. شنو راح تاخذ وياك الامارات؟ شنو راح تاخذ وياك الامارات من البصره؟ والله يعني تخونني الذاكره، ما عليك سامحنا. في حلو معروف في اهل البصره اسمه، في حلو عندكم معروف نهر قوس، هذا اكيد باخذه. واباخذ جيمر، بس قالوا لي الجيمر لانه ما يتم اكثر من يومين يعني. صح. بالكثير اليوم تاخذ بنفس اليوم. نفس اليوم، وبالكثير يعني ثاني يوم اعتقد الصبح. بس يعني الوالد والوالده والاخوان يعني تعرف كيف هاي الاشياء اللي طبعا الباتشا معروفه، ما بقدر اخذ باتشا، عاد نسوي باتشا في الامارات. ان شاء الله تجيبهم للبصره وياكلون باتشا او للعراق ان شاء الله ان شاء الله. بس شوف يعني هذا الحلو بناخذه، والجيمر بناخذه عشان اول ما يوصلون يلا ما علي بناكل الظهر جيمر، ما علي معنا مو بوقته، بس بناكل الظهر عشان يجربون الجيمر العراقي الاصيل. يسوون عندنا في البلاد موجود، ولكن غير لما تجيب من المطبخ الحقيقي. وبنخليه لثاني يوم. انا قلت لهم بناخذ الجيمر، بناخذ اطنان بنحطها في الفريزر. قال ما يصير يا مسعود. يلا زين. شكرا لك، شكرا، ممنون والله.